مخيمات تندوف اللي في الجزائر عنها عايشة في ياسر من الويل. والسبب في ذي السياسة البوليزاريو اللي داعية لكثرة الولدة والقيال ومانعين العلايات عنهم يعملوا مسائل ضد الحمل وماسينها لا للولدة. وهذه السياسة ما هي من اليوم، عاد لها ملي منين اختارت البوليزاريو أرض الجزائر بعيد عن أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب باش يعيشوا فيها الصحراويين. يقين قيادة البوليزاريو اللي تفرق كثرة الولدة ما تعطي المواد غذائية كافية للتركة، ومول الرعاية الصحية ضعيفة قباله، من اللي يجعل العلايات يتكرفصوا في هذه الحمادة الشينة ولا تقد تلبي حاجات أولادها. بيها اللي الشغلة ما هي خالقة والرجل كامل محبوس في يدين البوليساريو، وهي اللي تقول منه اللي نعطاله المواد ومنه اللي سنقطع عنه، اللي عاطينها المنظمات الدولية معاونين فيها. وهذه السياسة حبست فيها البوليساريو والناس في المخيم اللي يشين من يعود عنده سن القراية ينقبض من أهله ويرسل القراية بعيد عن أهله، اللي يجعل الناس ما تقد تمشي عن المخيم لأن ما خالقة في الدنيا تقد تهرب من هذه الحبس وتخلي تركتها للذئاب. ونحن اليوم نطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أمتن دولة في العالم أنها تنقذنا من هذا الحبس وهذا التمرميد، وعنها تضغط على البوليساريو باش نقدوا نعودوا عند بطاقات اللاجئين كيف اللاجئين كاملين اللي في العالم، باش نختاروا نحن البلد اللي هي نلجاولوا باش نقدوا نشتغلوا ونعودوا عائلات منظمات ولا هو شي مفروض كيف شغلة الحيوانات. وهذا والسلام.